وابن ضويهر علوش بن ضويهر اللي عرف القهوة. اي نعم، هذا رجل نقاد قهوة. يوم جاء عند ابن رشيد، عند طلال بن رشيد، مجلس طلال، الله صبوا القهوة ولا بين انها صاعدة القهوة، نثرها وراه، لكن مقابله له رجل من الرجال الجالسين قال شوف ابن ضويهر ينثر قهوتك ما ذاقها. قال لي ما تقويت يا ابن ضويهر؟ قال شارب لي لبن. قال كل هالرجال ما جاوا من بعرف من حلالهم اللهم شاربين ومستبحين، لو قصدهم قهوتنا ما عاشوا عليها، لكن علمني وش بها. حتى حد قال صايد القهوة، انثروا والدلال واللي ما طلع بها شيء، قال انثر الخدام، خدام الدلال البريج، يوم انثره واللي فيه له راموس من الرواميس، ذاك الوقت لا فيه كهرب ولا فيه اي نعم. زعل ابن رشيد على القهوجي. شو اسمه هو انت قد القهوة؟ علوش بن ضويهر. علوش، هذا علوش بن ضويهر معروف. عنزي. الله غضوري من مر الغضاورة من عنزه. نعم. ويوم زعل بن رشيد ولي محمد بن روس الذويبي حربي جالس مع الرجاجيل بالمجلس. قال الذويبي يا ابن رشيد تسمح للي بيتكلم بهالمناسبة؟ قال لي نعم. قال محمد بن روس الذويبي تستاهل الكيف الحمر يا ابن وايل، أنت الذي تستاهل الكيف كله، يلي نقدته وسط ديوان حايل، لولاك يا علوش محدن فطله بدلال من يجعل صغاك العائل الضيغمي، ريف اليدين المقله الضيغمي مرد المهار الاصايل، يا منقطع في ساكته من اشكله يا ابن ضويهر، ما بها قول قايل تستاهل الفنجان لقى محله، يا الناقد الفاقد بحكم الدلايل يا ريف هجن، والمذاهب مقله نقدتها بحضور كل القبائل، والسيف هي من طلال يسل. هذا دليل انها بيت طلال. بيت طلال. اي نعم ابن رشيد. ذاك الوقت يهتمون بالقهوة ويعرفونها. يهتمون بها ناس يعني. رد على علوش على ذويبي يوم يقول يا ابن ذويبي يا رفيع الحماية الله انت يا ابن الهليب المثله. يقوله. اي نعم. من لابتن يوم الفعولة رواية. الله اني مضيعها، لكن لحد انه رد عليه ردا طيب ولاني حافظها والله. ابن ضويهر شاعر. اي شاعر ابن ضويهر، علوش ابن ضويهر رد عليه. اي نعم. اي نعم. من مارثته يا ابو